مساء الخير. يا ريت اللي جرب وصفة تصنيع اللحمة ووصل لأي حاجة يبلغنا هنا يا جماعة. يا ريت ما نبخلش على بعض بالمعلومة. ما عرفتش اعمل حاجه، فضلت اكور في اللحمه وبعدين لقيتها بتقول اغسلي اللحمه من الدقيق، مع ان هي معموله من الدقيق، بس فضلت اغسل فيها. بعدين لقيت اللحمه دابت مبقاش حاجه، بس اتبقى البصل. طب ما طبيعي، أكيد العيب في البصل. جربي اعملي نفس الوصفة بس من غير البصل، أكيد هيبقى معاكي لحمة في الآخر. وبعدين ما أنا عمالة أدور معاكي على الجروبات أهو، أعمل إيه تاني؟ استني ثواني. ممكن معاك حق. ألو. إيه يا حودة؟ بقولك أنا عارف إن أنت دايما بتشكرلي في أكل مراتك يعني، فمعلش لو هي جربت وصفة تصنيع اللحمة تقولي وصلتوا لإيه؟ فتتونة. طب ما التونة برضو الواحدة ب45، اضرب في. خلاص يا حودة، تسلم. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، مع السلامة. انا حاولت اصنع اللحمه من غير البصل، برضو دابت ومبقاليش حاجه، كلها